السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم يوسف الخوانكي من قناة جوي بروجرامينج. إن شاء الله النهاردة هنتعلم درس جديد، الرياكت هوكس. إيه رياكت هوكس دي؟ أو يعني إيه هوكس؟ هوكس بالترجمة الحرفية يعني خطاف. طيب رياكت قدرت تخطف إيه أو قدرت تعمل لي إيه أنا كديفلوبر بحيث إن أنا أقدر أفهم يعني إيه هوكس. إحنا جات لحد فترة معينة لحد قبل فيرجن 16.8 إحنا كنا بنستخدم الكلاس كومبوننت. ليه كلاس كومبوننت؟ لان قلنا يعني احنا قلنا عليها في الفتره دي هي كانت بالنسبه لي ستيتفول. يعني ايه ستيتفول؟ قلنا ان هي عندها ستيت مانجمنت كامل، بتقدر تتحكم في الداتا اللي عندها وتقدر وقت الري ريندر بتاعها تعرض لك الداتا وكل الكلام الجميل دوت. ولكن كان عندي صعوبه جدا ان الكلاس كانت طريقه كتابتها الى حد ما مش الطف حاجه في ترتيب الكود، غير انك انت لما بتحب تاكسس على الداتا وخصوصا في الستيت انك انت كل الداتا بتاعتك انت بتحتاج انك انت تكول الزيس. طب ليه تكول الزيس؟ لان احنا تعاملنا كله كان مع الاوبجكت، لان الكلاس في الاساس هو عباره عن ايه؟ كونستراكتور، صح كده؟ وكنا بنقدر ان احنا نتعامل على الاوبجكت ده عن طريق الزيس. ودي كنا حاجه وضحناها كده لما جينا شرحنا الفانكشن كومبوننت. لما كنا بيبقى عندنا داتا والداتا بنحب ننده عليها، كنا بننده على اسمها وبعدها يعني قبلها الزيس وبعد كده الستيت، وبعد كده بنقول له ادخل هات الحاجه بتاعتك اللي انت عايزها دي. وده لان الكلاس كومبوننت عنده الاوبجكت اللي اسمه ستيت ده، او عنده الستيت ده عشان هو يمانج، يعمل ستيت مانجمنت على الداتا بتاعتك. حلو. طيب فقلنا ساعتها ان احنا كان عندنا برضو الفانكشن كومبوننت، والفانكشن كومبوننت دي الراجل دوت هو كان بالنسبه لي هو مجرد ان انا اعرض فيه داتا زي ما احنا شفنا، او نعمل كومبوننت ما بيعملش اي حاجه. عندي ستيت محتاج اعرضها، فكان الراجل ده عادي ما عندوش اي مشكله. ولكن لو عندي داتا انا عايز اعمل عليها مانجمنت او اعمل عليها اي تغير، والتغير ده يسمع معايا واقدر اعمل ده، الكلام ده كانش موجود. ما كانش يقدر يتعامل مع اي بي اي ولا مع داتا ولا مع ريكوستات ولا الكلام ده كله، لان هي ستلس يعني ما عندهاش ستيت مانجمنت، فكانتش بتقدر تعمل ده. فهنا احنا هنبدا نتعلم الهوك. طب ايه الهوك دي بقى؟ جات لك الفانكشن كومبوننت دي يا عم الحاج وقالت لك بص يا عم جو، احنا هنبدا نهوك كل الفيتشرز اللي موجوده عند الكلاس ده. مش بس كده، ده انا كمان هخليك يبقى عندك ستيت مانجمنت كامل، تقدر انك انت تتعامل مع الداتا اللي جايه لك دي كلها. فقلت له ماشي يا عم الحاج وريني. قال لك بص، انت الداتا كده كده اللي انت بتكتبها ما عندكش اي صعوبه فيها في التعامل مع الفانكشن، لان انت عندك فاريبلز فبتكريتها بتاكسس عليها بالبايندنج، الدنيا تمام قوي. فخلينا نقول ان هو ريدابل يعني او سهل قرايته. حلو. فالفانكشن كومبوننت دي ميزه ان الراجل ده بيبدا يعمل ايه؟ انت سهل في القرايه وسهل في الكتابه. ليه بقى احنا ما نبداش ان احنا نزود في التولز بتاعته؟ فراح هم اخترعوا الهوكس اللي هي الخطاف او الخطافات. بداوا ان هم يهكوا او يخطفوا كل الفيتشرز اللي موجوده في الكلاس عشان يبداوا ان هم يعملوا لك عمليه الستيت مانجمنت، ويقدروا ان هم يعمل لك كل بقى يوز او كل هوك هو بيعملها بتبدا ان هي تعمل حاجه معينه او ليها كنترول معين على الداتا. على سبيل المثال مثلا عشان نبدا نعمل ستيت مانجمنت لينا، في عندنا حاجه اسمها يوز ستيت مثلا. طب ايه بقى؟ استنى كده اتقل عليا عشان ابدا افهم بقى عم جو، ايه اليوز ستيت دي؟ اليوز ستيت دي فانكشن في الاساس. طب بتعمل ايه؟ هو الراجل ده بيدخل يكريت فانكشن ليه، الفانكشن دي بتسبورت او بتدعم حاجه معينه. وخلي بالك ده انت هتعرف بعد كده قدام ان شاء الله في درس الهوكس، لان انا الانترو النهارده احنا بنشرح يعني ايه هوكس قبل ما اشرح لك اليوز ستيت، عشان تعرف ازاي بعمل او بتحكم في الستيت في الفانكشن، عشان نبقى ماشيين على السلسله بتاعتنا بالتساوي بالظبط، ونبقى عرفنا ازاي عرفنا نعمل ده في الكلاس وازاي بنعرف نعمله في الفانكشن. وبعد كده هنرجع نكمل سلسله الهوكس عادي طبيعي جدا. ولكن انا عايز اعرف يعني ايه يوز ستيت. يوز ستيت دي في الاساس فانكشن. الراجل ده بيروح يعمل فانكشن كومبوننت عاديه جدا. الفانكشن دي ولازم ولابد ان هي تبدا بكلمه يوز. ليه؟ عشان نعرف او الرياكت يبقى عارف ان دي ستيت او دي هوك انت محتاج انك انت تشتغل عليه، او دي هوك بتسبورت او بتعمل حاجه معينه. فالناس دي راحت جايه عامله كده يوز ستيت. حلو. يعني انا على سبيل المثال انا لسه مش هشرح اليوز ستيت دلوقتي، واليوز ستيت دي عباره عن فانكشن بتريتيرن بقى كود معين، بتبدا تعمل لك الستيت مانجمنت بتاعتك، ويبقى عندك داتا، والداتا دي تقدر تعمل لها ري ريندر، وتقدر مش عارف تديها ديفولت فاليو وكل الكلام ده. فملخص الفيديو بتاع النهارده احنا بنتكلم في ان الفانكشن كومبوننت بدات تهوك
او رياكت بدا يهوك الفيتشرز او افضل من الفيتشرز الموجوده عند الكلاس ويبدا يحطها لك في الفانكشن كومبوننت عن طريق ان هو عامل شويه هوكس كده. هنبدا نعرفهم كلهم بالترتيب. الهوكس دي بتعمل كل حاجه، يعني انت اي حاجه انت محتاج هات هوك داتا، عايز تعرف لوكيشن داتا، عايز تعمل ميمويزيشن لداتا، عايز تعمل اي حاجه في الدنيا، عايز تفوكس على داتا او توتش على داتا معينه ساعتها بس اللي يحصل ريندر، عايز تتعامل مع الاي بي اي، عايز تعمل اي حاجه، فانت لازم تكون عارف الهوكس وتقدر تتعامل معاه. فالهوكس في الاساس هي فانكشن كومبوننت بتسبورت الكلام ده كله. ان شاء الله في اخر درس في الهوك خالص هنبدا نعمل كاستمايزيشن او كاستم هوك لينا احنا بتقدر تسبورت حاجه معينه. والله انا عايز الهوك دي تعمل مش عارف تجمع لي رقمين وتضرب مش عارف ايه، فالهوك دي اقدر استخدمها في اي كومبوننت في الدنيا. فده هنبدا نتعلمه، بس خلينا ماشيين بالتسلسل واحده واحده. ودرس الهوك ده تعريف بس على المبدأ بتاع الهوكس، بحيث ان احنا نشوف ازاي بنقدر نتعامل مع الستيت بس بتاعت مين، بتاعت الفانكشن كومبوننت في الدرس اللي جاي، عشان نبقى ماشيين زي ما قلت لك السلسله كامله والدنيا تكون واضحه لينا، تبقى عرفت ازاي بتعمل ده في الكلاس وازاي شكله بيكون في الفانكشن كومبوننت. ان شاء الله اقابلكم في درس